مع قرب موسم الانتقالات سواء الصيفية أو الشتوية في عالم كرة القدم، تبدأ الصحف والمواقع العالمية في الحديث حول أبرز اللاعبين المتوقع انتقالهم إلى أندية أخرى، وذلك دون الإشارة إلى عنصر هو الأهم في إتمام أي صفقة، ألا وهو وكيل اللاعب، وهو ما دفعنا في هذا التقرير إلى الحديث عن أعلى 10 وكلاء لاعبين في العالم من ناحية القيمة المالية للاعبين. ففي المركز الأول دون منازع يأتي الألماني أونا براتا، والذي يمتلك 4685 لاعبا حول العالم بقيمة مالية وتسويقية تقدر ب 697 مليون 664 ألف جنيه استرليني. أما أبرز لاعب لدى براتا فهو الإسباني إيكار كاسياس حارس مرمى ريال مدريد، والذي وصل سعره إلى 31 مليون جنيه استرليني. أما في المركز الثاني فتأتي وكالة براتينغ دوغ فاميليان أنغوهان، والتي تمتلك حقوق تسويق 513 لاعب بقيمة تسويقية تقدر ب 596 مليون 420 ألف جنيه استرليني. أما أبرز لاعب لدى الشركة الألمانية الأصل فهو الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، والذي وصل سعره إلى 105 مليون جنيه استرليني. وفي المركز الثالث تأتي وكالة مونديال سبورت مانجمنت، والتي وعلى الرغم من أنها لا تمتلك سوى 63 لاعب فقط، إلا أن قيمتهم المالية تقدر ب 521 مليون 312 ألف جنيه استرليني. ويعد أبرز اللاعبين لديهم هو الأورجواني أديسون كافاني لاعب نابولي صاحب 48 مليون و500 ألف جنيه استرليني. رابعا جاءت وكالة جيستيوفوتا البرتغالية، ولديها 78 لاعب بقيمة مالية تقدر ب 448 مليون 250 ألف جنيه استرليني. ويأتي على رأس قائمة اللاعبين المسؤولة عن تسويقهم وكالة جيستوفوتا البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد صاحب 88 مليون جنيه استرليني. وكالة جولكاك سبورت مانجمنت جاءت في المركز الخامس، ولديها 91 لاعب بإجمالي 440 مليون و572 ألف جنيه استرليني. ويعد الإسباني خوان ماتا لاعب تشيلسي هو الأهم لدى هذه الوكالة، والذي وصل سعره إلى 37 مليون جنيه استرليني. أما سادسا فتحل وكالة فيرست إيفلين ب 125 لاعب قيمتهم الإجمالية 334 مليون و378 ألف جنيه استرليني. ويمثل إيدن هازارد لاعب تشيلسي الأبرز في قائمة لاعبي وكالة فيرست إيفلين، والذي يقدر سعره ب 35 مليون جنيه استرليني. وتأتي وكالة ستيلر فوتبول في المركز السابع، ولديها 178 لاعب بقيمة تسويقية تقدر ب 286 مليون و880 ألف جنيه استرليني. أما اللاعب الأبرز لدى شركة ستيلر فوتبول فهو الويلزي غارث بيل لاعب توتنهام، والذي ارتفع سعره في الفترة الأخيرة إلى 37 مليون جنيه استرليني. وب 55 لاعب حلت وكالة كيكان ران سبورتس مانجمنت في المركز الثامن، وتقدر قيمتهم الإجمالية ب 264 مليون و792 ألف جنيه استرليني. الإسباني سيسك فابريغاس لاعب برشلونة يعد أبرز لاعب لدى هذه الوكالة، حيث يصل سعره إلى 48 مليون و500 ألف جنيه استرليني. وب 72 لاعبا جاءت وكالة باهيا انترناسيونال في المركز التاسع بقيمة إجمالية تقدر ب 207 مليون و746 ألف جنيه استرليني. ويعد بيدرو لاعب برشلونة هو الأعلى سعرا لدى وكالة باهيا بقيمة تسويقية تقدر ب 26 مليون و500 ألف جنيه استرليني. وأخيرا تأتي وكالة سبورتس توتال في المركز العاشر ب 72 لاعبا، والذي تصل قيمته الإجمالية إلى 191 مليون و598 ألف جنيه استرليني. ماريو جوتزا لاعب بروسيا دورتموند، والذي وصلت قيمته التسويقية إلى 37 مليون جنيه استرليني، يعد الأبرز لدى وكالة سبورتس توتال، خاصة بعد أن انضم إلى بايرن ميونخ ليلعب له الموسم المقبل.